السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ الحمد لله. ايوا اخر يامنا ولاو يصليو لينا علنا. شكون هما هادو؟ وايلي على شكون هما هادو؟ اليهود. في هذا الفيديو غادي ندويو على واحد الحالة اللي دارت الروينة في مراكش، باب دكالة، وبالضبط في واحد من الابواب اللي عندهم تاريخ كبير في مراكش. في الايامات الاخرى تم توثيق مشاهد كيبينوا بان كاينه تما واحد الجماعه كانت كتصلي وكدير طقوس دينيه ديالها اللي هي اليهوديه. باب دكاله، ما فهمتش انا علاش زعما جاو حتى للصور ديال باب دكاله وبداو كينقبوا في الحيط. واش هادشي هذا ولا علنا عندنا حنا؟ ما يمكنش. باش نفهموا شنو طاري خاصنا نرجعوا شويه للماضي ديال الصور باب دكاله. مراكش مدينه حمراء معروفه بتاريخها العريق، ماشي كمركز حضاري، هادشي راه عارفينه، وكذلك نقطه مهمه لبزاف ديال الثقافات والديانات اللي دازوا عبر قرون. من بين هاد الديانات كاينه الجاليه اليهوديه اللي كان عندها حضور مهم في المغرب عامه وفي مراكش بشكل خاص. حي الملاح في مراكش كان واحد من ابرز الاحياء اليهوديه زمان، كان فيه تنظيم اجتماعي واقتصادي متكامل، من المنازل والاسواق وحتى من الاماكن الدينيه وحتى المقابر. والمقابر اليهوديه والثقافه اليهوديه عندها قيمه كبيره وكتعتبر فضاء روحي يرتبط بالذاكره الجماعيه والشخصيات الدينيه. بعض التقاليد اليهوديه كاين نوع من الزيارات اللي كيدار للمقابر، خصوصا المرتبطه بالشخصيات الدينيه والعلماء ديالهم. هاد الزيارات كتكون ديما فيها طقوس خاصه بحال الدعاء، قراءه نصوص دينيه واشعال الشموع. وهاد الممارسات كتكون مرتبطه بثقافات روحيه قديمه. نرجعوا للحدث اللي وقع في باب دكاله. اللقطه اللي توثقات كيبان بان بزاف ديال اليهود واقفين حدا السور كيقوموا بحركات منظمه كيبان فيها طابع ديني، واللباس اللي كانوا لابسين اللي كان باللون الكحل يطرح كذلك بزاف ديال التساؤلات، حيت اللباس الديني عند بعض الجماعات اليهوديه يكون عنده دلاله خاصه سواء في اللون ولا في الشكل، قريبه من فضاءات تاريخيه مهمه. وهذا الشيء كيخلي اي نشاط في هذا المكان كتكون عنده دلاله خاصه. من جهه اخرى هذا الحدث كيطرح واحد السؤال كبير: كيفاش ولينا كنفهموا هذه الممارسات الدينيه مجتمع مسلم مغربي؟ عباد الله، المغرب في التاريخ القديم عرف التعايش ديال المسلمين مع اليهود، اي هادشي عارفينه، وكان هاد التعايش جزء من الهويه الثقافيه ديال المغرب. هادشي راه بان شحال هادي في بزاف ديال المجالات، في التجاره، في الصناعه التقليديه، وحتى في الحياه اليوميه. واليوم مع انتشار الوسائل التواصل الاجتماعي اي مشهد غير مألوف بالنسبه لينا حنايا كمسلمين في المغرب ممكن يثير انتباه بسرعه ويطرح لنا بزاف ديال التساؤلات. ولكن هاد الاسئله هادو كاملين اللي كيطرحوا في راسنا خاصنا نفهموا قبل ما نحكموا. هاد النوع من الاحداث كيفكرنا في التاريخ ديالنا القديم، فهم التنوع الديني والثقافي اللي كيشكل المجتمع ديالنا. اللي وقع في باب دكاله راه ماشي غير لقطه ودايزه، ولكن فرصه باش نرجعوا نطرحوا اسئله مهمه. اما هي شنو كنعرفوا فعلا على تاريخنا، وكيفاش كنتعاملوا مع الاختلاف؟ فاش كنشوفوه كشي حاجه غريبه ولا كجزء من الواقع ديالنا؟ شنو غادي نعاودوا نشوفوا من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله؟ اش هادشي غادي يبقى